حياكم في جولة سريعة على أداء سوق العقارات في دبي الأسبوع الماضي المنتهي في 8 ديسمبر 2026. سجلت القيمة الإجمالية للمبيعات هذا الأسبوع 8 مليارات و300 مليون درهم إماراتي، ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته السوق مع انخفاض في القيمة بنسبة 40% وحجم المعاملات بنسبة 44%، إلا أن متوسط سعر القدم المربع حافظ على استقراره عند 1700 درهم تقريبا. في فئة الشقق قيد الإنشاء تصدر مشروع سيرة باي إيمان ب 64 وحدة مبيعة. أما في عالم الفلل فقد سيطرت مشاريع دماك آيلاند 2 على المشهد، حيث حقق المشروع وحده مبيعات بقيمة 117 مليون و400 ألف درهم. وبالانتقال إلى العقارات الجاهزة، تصدرت منطقة ذا سبرينغز فئة الفلل ب10 وحدات مبيعة بقيمة 48 مليون درهم، بينما سجل مشروع ميرايفا من ذا أويسيس بقيمة مبيعات استثنائية بلغت 153 مليون درهم ل6 وحدات بس. وفي قطاع الأراضي برزت مدينة دبي الصناعية ب17 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون درهم. كان هذا ملخصنا للأسبوع الماضي. وإذا كنت حابب تكون جزء من دبي أو حابب تعرف التداولات أو إيش المشاريع أو حابب تكون جزء منها أو أنت جزء منها بالفعل، تواصل معي وأنا إن شاء الله بدوري ما أقصر معك. كان معك عبد القادر من برو بوينت، ولا تنساني باللايك والشير، ونراك على خير.